السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ديالي. اجي نوجدوا اليوم هاد لي بيني اللي كيجيو رائعين لذاذين، ما غاديش تشبعوا منهم، والاهم مقادير جد اقتصاديه وناجحه 100%. وكناخذوا واحد لو بول، كنديروا فيه واحد 3 ديال كيسان قياس العنبه ديال الدقيق الفورص، كنزيدوا عليهم 2 معالق كبار ديال سنيده، قبيصه ديال الملح، كيس من خميره الحلويات، وكيس من سكر فاني، معلقه كبيره ديال خميره العجينه العاديه اللي كنديروا في العجينه ديالنا، وكنزيدوا عليهم واحد بيضه، واحد معلقه كبيره ديال الزبده. من الاحسن انها تكون من نوع حيواني، كتعطي واحد اللذه وواحد الخفه اللي بيني ديالنا. كنحاولوا اننا نرملوا الخليط ديالنا بالاصابع ديالنا مزيان، وكنعجنوه بواحد كاس تقريبا كاس مع مرش ديال الحليب. نتوما على حساب النوعيه ديال الدقيق ديالكم، تقدروا تحتاجوا اكثر من كاس وتقدروا تحتاجوا قل من كاس. صافي كنبقاو على هذه الطريقه حتى كنعجنوا العجينه ديالتنا عاديه. انا هاد لو بول ما سمحش لي انني نعجن مزيان، حولته لقصريه عجنت فيها، وعاد رديته لو بول باش نوريه لكم. نتوما عجنوا الا عندكم العجانه، انا ما عجنوا فيها، انا اكتفيت بانني نعجن بيديا. صافي العجينه ديالتنا كتوجد على هذا الشكل هذا، وكنغطيوها مده ديال واحد 15 دقيقه على الاقل باش تخمر ويضاعف الحجم ديالها. عاد ديك الساعه كنخدموا بها. العجينه ديالنا بعد ما خمرات هذا هو الشكل ديالها. كنحاولوا نخرجوا من هذاك الهواء اللي تيكون في العجينه، وكنسرحوها فوق طاوله ديال العمل. كنرشوها بشويه ديال الدقيق، وكنسرحوها بالمدلك عادي كيف ما كنسرحوا العجينه عاديه. السمك ديال العجينه ديالنا ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه. هنا بعد ما سرحنا العجينه ديالتنا مزيان، كنقطعوها باي قطع عندكم، دوائر على هذا الشكل هذا، وكنحاولوا نديروا واحد تقيبه من الوسط باش كيعطينا داك الشكل ديال لي بيني اللي متقوبين من الوسط. بغيتو تخليوهم هكايا دايرين، راه يمكن لكم تخليوهم بهذا الشكل هذا على حساب نتوما شنو بغيتو. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كنقطعوهم. والعجينه اللي كتبقى لينا كنحاولوا اننا نحتفظوا بها ونغطيوها حتى كترتاح، ونعاودوا نسرحوها ونعاودوا نقطعوها نفس الطريقه كيف ما درنا في الاول. كنغطيوها بواحد الزيف، ومني كتخمر لنا على هذا الشكل ما نخليوهاش بزاف، غير واحد 5 ديال الدقائق. وكناخذوا واحد المقيله اللي كنديروا فيها الزيت، العافيه ما تكونش بجهده بزاف وما تكونش مهيله بزاف، تكون عافيه متوسطه. وكنقليو لي بيني ديالنا، كنبقاو بهذه الطريقه هذه، راه دغيا كيتحمروا وما كياخذوش معكم بزاف ديال الوقت وما كيشربوش نهائيا الزيت. غادي تلاحظوا معايا راه الزيت كيف ما درتها غادا تبقى حتى نكمل لي بيني كاملين. غير كيبداو يتنفخوا كنعاودوا نقلبوهم الجهه الاخرى، وكنبقاو على هذه الطريقه هذه حتى كنكملوا لي بيني ديالنا كاملين.
حاولوا انكم ما تغفلوش عليهم، راه دغيا كيتحمروا. وكناخذوا شي صفايه اولا اي منديل عندكم ورقي اولا اللي كان، كنحطوهم فوق منه باش كيتسقطروا لنا مزيان من هذيك الزيت. صافي كنبقاو على هذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الخليط اللي عندنا كامل. راه تبارك الله كيخرجوا واحد العدد اللي هو زعما زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بيني ديالنا بعد ما زيناهم. انا هنا حاولت انني نزينهم بواحد شويه ديال الفيرميسيل والشوكولا وشويه ديال الفيرميسيل كولوري. ويمكن لكم تكتفيوا انكم تزينوهم غير بشويه ديال سنيده، كيجيو لذاذين ما غاديش تشبعوا منهم. وبصحه والراحه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش في لي لايك الا عجبكم الفيديو ديال اليوم.